ناس كتير قوي سمعت عن كاتنج وبلكينج، بس ناس قليله منهم اللي تعرف ده معناه ايه وده معناه ايه، وناس اقل اللي تعرف بجد تعمل امتى ده وامتى ده عشان تستفيد من الاتنين وتحول جسمها من كده لكده. تعالوا نفهم مع بعض. بس قبل ما ابدا يا ريت لو فيديوهاتي بتعجبك ما تنساش تشجعني وتعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس. يلا بينا. ايه اصلا بقى هو البالكينج؟ البالكينج ككلمه يعني تضخيم. تضخيم ايه؟ ان انا اكبر خلاص حجما، يعني ميزاني يزيد وخلاص؟ لا، هو فكره التضخيم في الاول وفي الاخر انك لازم تزود الكتله العضليه بتاعتك. طب هل ممكن ان انا ازيد دهون وانا بزيد الكتله العضليه؟ ده ممكن يحصل، بس لازم ابقى فاهم ان انا في الاخر كمحصله محتاج ان انا ازيد كتله عضليه اكبر. وليكن مثلا انك اخدت فتره بالكينج، فتره تضخيم 4 شهور، ال4 شهور دول في اخرهم انت زدت 10 كيلو. ال10 كيلو دول لازم تبقى عارف كويس انت زدتهم عباره عن ايه. يعني لو زدت ال10 كيلو دول كانوا عباره عن مثلا 3 كيلو عضلات، فزدت قصادهم 3 كيلو ميه، يعني في الاخر 6 كيلو عضلات هم انت اللي زايدهم، ومن 3 ل 4 كيلو فات. الرينج هنا كويس مقبول. لكن لو ال10 كيلو انت كنت زايدهم، كنت زايد 9 كيلو منهم فات ولا 8 كيلو منهم فات والباقي عضلات، هنا انت مش عامل بالكينج بالشكل الصح. يعني انا هنا بقصد اللي ما يسمى، وناس كتير قوي عارفه الكلمه دي، كلمه كلين بالكينج. يعني ايه كلين بالكينج؟ يعني انك تزيد في الاخر كتله عضليه والدايت بلان بتاعك يبقى محسوب على انك تزيد عضلات في الاخر، مش بس تزيد ميزان وخلاص. عكس الديرتي بالكينج اللي دلوقتي بقى ناس كتير فاهمه ان هو بقى مكروه، ما بقاش حاجه صح. وفعلا هو مش حاجه صح، لان هو في الاخر هيخليك تزيد فات وبعدين هترجع تنزل الفات تاني، فانت كده ما استفدتش اي حاجه وما كسبتش اي حاجه من الفتره اللي انت قعدتها دي. من الاخر فتره راحت على الفاضي منك. ايه بقى هو الكاتنج؟ الكاتنج يعني تنشيف. طب يعني ايه تنشيف؟ يعني ان انا محتاج انزل الفات بتاعتي، الفات برسنتج، نسبه الدهون اللي في جسمي، لرقم معين عشان ابقى اخدت احسن فايده منه. ايه الرقم اللي ممكن ينزل منه؟ لو انت اصلا كنت زايد وليكن وصلت ل 20%، 22%، ايا كان الرقم بتاع الفات بتاعك، انت محتاج تنزل لكام عشان تبقى الرينج بتاعك معقول؟ محتاج تنزل من 12 ل 15% من الفات. كل ما نزلت تحتيه كل ما كان احسن. ده بالنسبه للرجاله. وبالنسبه للسيدات انت محتاجه تبقي في النورمال الفات بتاعك من 20% لحد 28%. ده الرقم النورمال. طيب الفات كل ما نزلت عن النورمال كل ما بقت احسن. يعني ايه؟ يعني انا لو 12% النورمال بتاعي بدايه كراجل، بس انا حاولت اوصل الفات ونزلت معايا بقت 10، بقت 8، بقت 7، وانا مش تعبان، يعني جسمي مش مضايقني، مش بدوخ، مش بيحصل اي اصابه، يبقى انا جسمي مرتاح على الرقم ده وممكن اوصل للرقم ده وانا كويس. لكن لو نزلت الرقم ده وانا جسمي وجعني وتعبان، يبقى الرقم ده مش صح ومش صحي ليك، فما تحاولش تنزل اكتر من كده. هل لازم بقى ان انا اعمل فتره تضخيم وفتره تنشيف، ولا انا ممكن مثلا ابقى مظبط اكلي وخلاص؟ طيب خليني اقول لك معلومه بسيطه وامشي بيها دايما في اي حاجه انت بتعملها في الجيم. لو مش حاطط قدام عينك جول، هدف معين توصل له، هتلاقي نفسك بتنزل مش ثابت. يعني لو انت شفت ان انا جسمي كويس فانا حاسبت على ده، انت بالعكس انت هتنزل عنه. فدايما لازم يكون في حاجه انت عايز توصل لها قدام. يعني من الاخر جسمك مش هيتطور الا لو انت فضلت تعمل بالكينج وكاتنج. دي فتره ودي فتره. احنا كده وصلنا للسؤال الاهم، امتى اعمل ده وامتى اعمل ده؟ بما اننا في رمضان، نعمل ايه في رمضان؟ ده احسن لنا ولا ده احسن لنا؟ خليني اقول لك ان الموضوع ملوش علاقه بالسيزون، بالوقت اللي انت فيه. يعني مش في الشتاء تعمل بالكينج زي ما الناس كتير بتقول، وفي الصيف اعمل كاتنج عشان اعمل الفورمه بتاعت الساحل وابقى شريدد وعضلات بطني باينه. الموضوع ملوش علاقه بالوقت، الموضوع ليه علاقه بجسمك نفسه. يعني لو انت في الصيف وانت محتاج زي ما انت، ناس كتير بتعمل كاتنج وانت اصلا جسمك ناشف، انت كده هتنشف اكتر من ان انت فيه هتوقع عضلات. والعكس صحيح، الموضوع ملوش اي علاقه خالص بالوقت اللي انت فيه قد ما له علاقه بجسمك في الوقت ده عامل ازاي. يعني انت دايما بتحاول انك تزيد كتله عضليه وانت ناشف، فشوف جسمك في الوقت اللي انت فيه ده هو اللي هيخليك دايما تختار، وهو ده الصح. لو جسمك معبي فات كتير ما تعملش بالكينج. مش هينفع تعمل بالكينج وانت عندك دهون 18% و20%. لو عملت بالكينج في وقت زي ده جسمك هيبتدي يعبي دهون زياده، هتبقى عمال تزيد دهون مش عضلات. طبيعي جسمك هيعمل حركه زي دي عشان الفات اللي عنده كتير، الدهون اللي في جسمك كتير، فطبيعي ان هو هيبتدي يزودها زياده، لان هو مش لين. اللين يعني ايه؟ يعني جسمك عضلات صافيه، عضلات بيور، والحرق بتاعه ساعتها بيكون عالي جدا من كتر ما الفات برسنتج قليله، نسبه الدهون قليله، والعضلات هي اللي كتير. والعكس لو انت اصلا ناشف وجسمك تحت ال 12%، ما تروحش تعمل كاتنج في وقت زي ده، انت هتنشف زياده هتوقع كتله عضليه. يعني من الاخر
اعمل بالكينج لما يكون جسمك ناشف، يكون جسمك تحت ال 12%. لو انت محتاج تعمل بالكينج في وقت وشايف ان جسمك دهونه عاليه، اعكس، اعمل كوتنج الاول، نزل الدهون دي بعدين يعمل البالكينج. وبرده العكس، لو انت محتاج انك تنشف ويبقى شكلك حلو وانت اصلا كتلتك العضليه قليله، لو هتعمل كاتنج في وقت زي ده انت هتخسر عضلات زياده، هتبقى بدل ما انت شكلك هيبقى حلو هيبقى شكلك رفيع، ودي مش حاجه كويسه. ايه افضل استراتيجي ممكن تعملها عشان تاخد احسن نتيجه من الاثنين مع بعض؟ خلينا اديك مثال. لو انت عايز تعمل بالكينج وانت وليكن دهونك 11% وكتلتك العضليه مثلا 35 كيلو، انت محتاج دلوقتي تبتدي تشوف السعرات الحراريه اللي انت كنت ماشي عليها، وليكن مثلا هي كانت 2000 سعره حراريه، بتاخد 2000 كالوري في اليوم. فانت محتاج تبتدي تزود الكربوهيدرات اكتر من البروتين، يعني تمشي مثلا 2500 وتبقى كميه الكربوهيدرات اللي زايده اكتر من البروتين. خلينا نقعد على الكلام ده اسبوعين. بعد الاسبوعين هبتدي اشوف الوزن اللي زايد ده زايد عباره عن ايه. لو زايد عباره عن عضلات اكتر من الفات اللي زايده، ممكن الفات تزيد مفيش مشكله، بس لو كان الرقم العضلات اللي زايد اكتر من الفات، يعني زدت مثلا نص كيلو عضلات بس لو زدت قصادها مثلا ربع كيلو فات، انت كده ماشي في رينج كويس. لكن لو لقيت في الاخر انت زايد 4 كيلو منهم 3 كيلو فات ونص كيلو عضلات ونص كيلو ميه، يبقى انت كده في حاجه غلط محتاج تظبطها. ايه الحاجه الغلط دي؟ انت كده زودت كميه كربوهيدرات اكتر بكتير من كميه البروتين اللي انت زودتها. انت كده محتاج تبالانس شويه وترجع تزود بروتين اكتر شويه من الكربوهيدرات. طب دلوقتي الموضوع ماشي كويس، ابتدي زود تاني. طب دلوقتي ماشي كويس قوي لدرجه انك الدهون وانت بتبلك الدهون بتقل، ده معناها انك عندك القدره دلوقتي انك تزود كميه كربوهيدرات اعلى من اللي انت زودتها وانت في الامان، وكده كده جسمك مش هيزيد كميه دهون كتير. طيب فضلت ازيد لحد ما وصلت لكميه العضلات اللي انا محتاجها، او زدت رقم كويس في العضلات، وليكن مثلا وصلت ل 39 او 40 كيلو عضلات، بس كميه الدهون اللي زادت معايا زادت من 11 وصلت ل 17 او 18%. يبقى ده الوقت المناسب ان انا ابتدي اعمل فيه كاتنج وانزل تاني فيه عشان اخد احسن فايده من الاثنين. محتاج بقى احافظ على الكتله العضليه اللي انا زدتها دي وابتدي انزل الدهون واحده واحده. نفس الكلام لما هعمل كاتنج هعمله واحده واحده، وليكن ان انا وصلت مثلا في البالكينج ل 4000 كالوري، باكل 4000 سعره حراريه في اليوم. لما اعمل دروب ما انزلش ل 2000 ولا 3000 مره واحده، انا ال 4000 محتاج ان انا انزل شويه بيهم، وليكن ل 3500 3600. الكميه اللي انا هنزله ده ما نزلوش من البروتين في الاول، ابتدي انزله من الكربوهيدرات في الاول. نزلت الكربوهيدرات واحده واحده ولقيت الميزان بتاعي تمام بينزل، بس كميه العضلات اللي نزلت في الاول معايا كانت اسرع من الفات. ده معناها ان انا محتاج، جسمي محتاج بروتين اعلى شويه. زود بقى كميه البروتين بتاعتك شويه وانزل بالكربوهيدرات تاني، هتلاقي الفات بتنزل بس البروتين ما بيقعش، العضلات ما بتقعش، يبقى انت كده ماشي صح لحد ما توصل لنسبه دهون كويسه. ممكن في الوقت ده تخسر شويه من العضلات اللي انت زدتها، يعني زي ما افترضنا احنا نزلنا 39 كيلو بقى نزلنا 4 5 كيلو عضلات، ممكن اخسر مثلا في الاخر في الكاتنج نص كيلو او كيلو عضلات، يبقى انا كده محصلت البالكينج والكاتنج بتاعتي زدت حوالي 3 كيلو عضلات او 4 كيلو عضلات. ده رقم كويس جدا في وقت بالكينج وكاتنج كاملين. بما اننا بقى في رمضان، ايه احسن حاجه اعملها في رمضان؟ اعمل بالكينج ولا اعمل كاتنج؟ خليني اكون صريح معاك، صعب مش مستحيل انك تعمل بالكينج في رمضان، مش صعب شويتين ثلاثه. ليه؟ عشان البالكينج بيحتاج عدد وجبات كتير بكميات اكبر شويه وبتبقى متزايده. عدد ساعات الصيام بتبقى في رمضان كتير، تقريبا اكتر من 14 ساعه، فالوقت اللي احنا مسموح لنا ناكل فيه قليل، فان انا اضغط كميه الوجبات دي بكميه الاكل اللي انا ممكن اكلها في وقت في البالكينج وافضل ازودها واحده واحده، مش هعرف اعملها في رمضان قوي. طب لو انا قررت ان انا احافظ، يعني انا كنت عامل شيب كويس قبل رمضان والدنيا كويسه وبحاول احافظ، هرجع لنفس النقطه اللي قلت لك في اول الفيديو، طول ما انت مش قدامك هدف معين هتلاقي جسمك بينزل مش بيزيد. ايه احسن حاجه بقى اعملها في رمضان؟ انا بالنسبه لي شايف ان اكتر وقت مناسب انك تعمل فيه كاتنج وتنشف فيه الدهون الزياده اللي عندك هو في وقت رمضان. يعني استغل رمضان انك توصل لاقل نسبه دهون ممكنه. هو شهر لو نزلت فيه نسبه دهونك لو هي كانت 15 16 نزلتها ل 12 11%، وبعد رمضان عملت بالكينج محترم، انت هتوصل لاحسن شيب ممكن توصل له في السنه كلها. وبرده لو انت كانت دهونك 12 13% وهو ده الرينج الطبيعي بتاعك، وضغطت على نفسك شويه في رمضان نزلتها ل 8 او 7%، وبعد رمضان عملت بالكينج برده محترم، انت هتوصل لاحسن كتله عضليه انت ممكن توصلها، وهتبقى لين خالص ومش هتزيد دهون وانت بتعمل بالكينج ساعتها. فهتبقى انت كسبت من ناحيتين، انك جسمك بقى ناشف في وقت قصير جدا اللي هو وقت رمضان،
وفي نفس الوقت لما جيت تعمل بالكينج جسمك عمل بالكينج شكله حلو. خليني افكرك ان في رمضان اصلا الهرمونز بتاعت جسمك كلها بتبقى مظبوطه جدا، يعني الانسولين بيبقى منخفض، الجي اتش اللي هو جروث هرمون اللي هو هرمون النمو بيكون دايما عالي، التستوستيرون بيكون عالي، الحاجات دي بتبقى مظبوطه في وقت الصيام اللي هو تقريبا زي ما قلنا 14 ساعه، فجسمك بيكون قادر ان هو يعمل كل حاجه بيعملها بشكل احسن بكتير. فاستغل الوقت ده انك تعمل فيه كاتنج محترم، تطلع من رمضان تظبط احسن فورمه ممكن تعملها. بس كده يا دبابه، انا حسن رضوان، ويا ريت لو فيديوهاتي تعجبك ما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتنزل تحت تفعل زر الجرس تتفرج على كل فيديوهاتي اللي قبل كده عشان فعلا تستفاد منها. واحلى مسا عليك يا دبابه.